السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم امارات عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى عندنا شوية ستريبس، بس ايه عظمة، مش عايزة اقول لكم. الطعم تحفة، كأنك شارياه بالظبط. عندنا هو ده كيلو من الستريبس. تمام، انا شارياه، خليت الراجل عملهولي كده على طول، ما رضيتش اجيب انا واقطع يعني. آه قلت اختصر خطوة يعني. المهم عندنا الخليط بقى بتاعه اللي احنا هنعمله: 4 كوبايات دقيق، كوباية نشا، وعليهم كيس باكنج باودر. عندنا التوابل بتاعتنا: ملح، معلقة صغيرة ملح، وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم. وعندنا بقى اهم مكون في الموضوع ده، وهو ده اللي هيدي الطعم الستريبس الجاهز بالظبط، وهو ده اللي خلانا نحط ملح قليل جدا: مرق الدجاج. دول 6 مكعبات. ده بقى اللي هيديكي الطعم بالظبط اللي انتي بتاكليه بره، حقيقي بجد، حتى لو ما حطيتيش اي توابل خالص. هنقلبهم كويس جدا جدا. اهم حاجة بقى التتبيلة اللي احنا هنعملها دلوقتي ديت، لازم الفراخ تبات فيها ليلة 24 ساعة، يوم ونص، يومين. بصوا، كل ما هتقعد اكتر كل ما هتبقى طعمها اجمل. عندنا هنا بيضة، على فكرة عادي ممكن نستغنى عن البيضة ديت، مفيش مشكلة يعني، لو مش عندك عادي مش مشكلة. آه عليها ملح وفلفل، وهنزود بقى عليها مية، وهنزود عليها، هناخد من الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي ده، هناخد جزء منه. المهم مش مهم الكمية ايه، المهم ان احنا عايزين خليط زي بتاع الكيك كده، بس سايل شوية عنه. يعني اخف منه سيكه كده. ليه؟ الخليط ده اللي هنحط فيه الاستريبس وهيقعد، وهنبيته في التلاجة عندنا. زي ما بقول لكم مش مهم الكميه، لان انا ممكن اعمل كيلو، ممكن حد تاني يعمل كيلو ونص، حد تاني يعمل نص كيلو. فاحنا بنعمل كميه الخليط على حسب كميه الاستريبس اللي عندنا. هنقلبه كويس جدا جدا بالمضرب عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا او اللي احنا عايزينها، عشان الاستريبس بتاعنا، هنحط بقى الاستريبس فيه. وهنبيته بقى ايه في التلاجة ليلة كاملة. كل لما يقعد كل ما هيدي الطعم معاكي، هيبقى اجمل بكتير بجد بجد. يعني حاولي ما تعملهوش في نفس اليوم. يعني هو اقل حاجة ممكن نخليه 3 4 ساعات، بس انا من رأيي لا، ولا حتى 3 4 ساعات، انتي اعمليه من قبلها بيوم، وخليه في التلاجة. كل لما بيقعد في التلاجة كل لما بيدي الطعم الجاهز بالظبط بالظبط. احنا قلبناه كويس اهو، هنشيله بقى في التلاجة ونطلعه ايه تاني يوم بقى هنعمل ايه؟ هنجيب علبة تاني، وناخد من الخليط الدقيق اللي احنا عملناه، ناخد منها شوية بشوية، نحط في العلبة التانية بتاعتنا ديت، وناخد كمية من الاستريبس بتاعتنا، من الاستريبس بتاعنا، من الخليط ده، نحطها في العلبة دي، ونقلب ونقفلها، ونفضل نرج فيها كويس جدا. بس ايه، بلاش تغلطوا الغلطة بتاعتي دي. انا عملت دلوقتي، انا اصلا كنت متعودة بحط مثلا 3 4 قطع بالكتير. المهم ايه، قلت اريح دماغي وازود شوية. لما زودت شوية حسيت ان هم ايه، هيعجنوا كده في قلب بعض، فهتلاقوني دلوقتي كمان بزود على العلبة شوية دقيق تاني. فيستحسن هما ايه، 3 4 قطع بالكتير، تعمليهم كويس جدا وتحطيهم في الزيت وتعملي غيرهم. ما نعملش ونركن. الخليط ده ما بيتعملش ويتركن زي البانيه مثلا كده، لا لا لا، ده بيتعمل واول ما نطلعه من علبة بنفضه كويس كده من الخليط بتاعنا، ونحطه في الزيت. الزيت عندنا طبعا ايه، يبقى سخن. بصوا العلبة بقى، بصوا يعني، بهدلوا فيها زي ما انتوا عايزين، فوق وتحت ومن الجنب بصوا، قلبوها كويس جدا جدا. هتبصي هتطلع لك بقى الستريبس بتاعك فيه كرانش كده زي اللي بنشتريه من بره. لو انت عايزه الطبقه اللي بره ديت بتحبوها تكون اتقل شويه، انا عندي مش بيحبوها اتقل. لو انتوا عايزينها تكون اتقل شويه بتبقى اجمل طبعا، انا عن نفسي بحبها اتقل. حطيها في الخليط ده تاني السايل، ورجعيها العلبة اللي فيها الدقيق تاني، ورجيها كويس تاني. تمام، وبعد كده شيليها وحطيها في الزيت. طبعا احنا هنا مش هنقلب
غير لما نحس ان هي مسكت نفسها كده واخدت لون بسيط خالص خالص، ما تجيش جنبها خالص ولا تقلبي فيها اي حاجة، سيبيها مع نفسها كده لما تمسك نفسها وتشد كده. بعد كده نبتدي ايه، نقلبها. حاجة مهمة بقى كمان، لما نيجي نطلعها ما نطلعهاش على مناديل زي ما احنا متعودين بنطلع البانيه والكلام من ده. لا لا لا، هنطلعها في مصفى. حتى البانيه انا ما بقيتش اطلعه على مناديل زي ما كنا بنعمل، لا، في مصفى. مصفى، ونطلع عليها علشان ما يضطروش، لان اتضح ان المناديل فعلا بتطري الفراخ بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين بقى. كمان بقى انا لو حابة احتفظ بشوية منهم بعمل ايه، يا دوبك بياخدوا لون خفيف معايا، اول ما يصفروا بروح مطلعاهم وسايباهم يبردوا خالص، وبعد كده بحطهم في اطباق واشيلهم في الفريزر. ولما اجي استعملهم اطلعهم احطهم بقى في الاير فراير، احطهم في الفرن بتاعي، اديهم احطهم في الزيت برضو، في طاسه كده فيها زيت، واقلبهم تقليبه كده سريعه اهو. بصوا بطلعه باللون ده. لو انا ايه هشيله في الفريزر، بس ايه هسيبه يبرد وبعد كده احطه في اطباق واشيله. تمام، انا كده عملت اهو. طبعا دي مش الكميه كلها، ده جزء منهم يعني. آه انا هاخده بقى احطه وهعمله سندوتشات، وهاخده معايا النادي، بيبقى جميل قوي الصراحه للنادي. وباخد معايا الكاتشب والمايونيز وكل حاجه، وبنحط عليه، وبتبقى حاجه سريعه وحلوه. جربوه هيعجبكم جدا.